هلو لما الدولار نزل في السوق السوداء من قرب ال70 جنيه ووقع على جدور رقبته لحد ما وصل لل40 وقت راس الحكمة. أنا الشخص اللي قلت لك وقتها بالظبط استثمر فيه في الوقت اللي الناس كلها هربت منه. راجع الفيديو اللي هحطه لك في آخر الحلقة. اللي اشترى وقت ما أنا قلت على تمن 40 جنيه قادر النهاردة يبيع على قرب ال50، ومش بس في السوق السوداء انما للبنك شخصيا. وانا نفس الشخص اللي جاي اقول لك النهارده ان احسن حل للتعامل مع التعويم الحالي للجنيه هو ادخاره، بس بشويه شروط للعبه. ليه بقول كده وايه هي الشروط؟ ده اللي هقوله لكم دلوقتي. في ظل الجحيم والكوابيس الماديه اللي احنا عايشين فيها اليومين دول يوميا في مصر، من شك من انعدام قيمه لعملتنا المصون الجنيه، واللي عمال يترتب على ده من اللي حصل في التعويم بتاع امبارح، واسعار ذهب عماله بتعلى وبتقل، وبنوك عماله بتقلل من حد الاستخدام خارج مصر وبعدين ترجع ترفعها لنا تاني، وفوائد بتعلى، والتوتر الدايم ان ما بقاش في قاعده بيتقعد فيها الا وبتلاقي فيها العديد من المحاولات للتزاكي على الوضع المؤلم ده، بان الناس كلها بقت مستثمرين وبتحاول تشوف هتحرك استثماراتها ازاي، وانا منهم. بس الحقيقه ان انا كنت محظوظ ان يقع تحت ايدي كتاب سيكولوجيه المال، واللي كان فاضل له تكه ويتكلم عن ربنا ويبقى كتاب روحي، مع انه كتاب بيتكلم عن المال والماده. الكتاب بيتلخص ان لعبه الثراء واللعب بالفلوس عمرها ما بتكون بالتزاكي الاستثماري بالمعنى اللي احنا فاهمينه، ولا معتمد على رؤية لحظية للسوق تعمل بيها حركة فيبقى معاك فلوس كتير بدل القليلة اللي معاك فجأة كده، الحاجة اللي عمالين بنعملها دايما دلوقتي. الكتاب بيقول ان مفيش حد فينا هيبقى بيفكر زي التاني في فكرة الفلوس، ومفيش حد فينا صح ولا في حد فينا غلط، لان علم مادة الفلوس مش عامل زي علم مادة الفيزياء كده. المادة في الفيزياء بتخضع لثوابت فيزيائية وقوانين، واحنا فاكرين غلط ان المادة في الفلوس بتخضع لنفس القواعد الحسابية، بينما ده مش حقيقي، لان الفلوس مش بتحكمها قوانين منطقية، انما مشاعر واحاسيس قد تكون في بعض الاوقات غير منطقية. والدليل على ده سقوط شركات توقعنا لها الاستمرارية بناء على مؤشرات بس للأسف في النهاية اتهبدت، وكل ده بسبب سوق دائم التغير بشكل مرعب، سوق متغير من أيام الحرب العالمية الثانية، وفي عصر الألفينات لوحده توالت المصايب الغير متوقعة في السوق، زي انفجار فقاعة دوت كوم في بداية الألفينات، وبعدها انهيار البرج العالمي في أمريكا في أحداث 11 سبتمبر، وبعدها الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في 2008، وبعدها الربيع العربي، وبعده كورونا، وبعده دلوقتي الحروب الجديدة اللي احنا عايشينها اليومين دول، روسيا وأوكرانيا، إسرائيل وفلسطين، اللي ابتدت تأثر على الموارد في العالم وتتسبب بالتبعية في فرقعة شركات جديدة كانت مدعومة بظهور كائن جديد ظهر في السوق اسمه The Venture Capitals. واللي بيحصل ده هو اللي تسبب في العديد من اللي اوفس او التسريحات اللي حصلت للموظفين اللي سمعنا عنها الفترة اللي فاتت، وان الناس ابتدت تبقى بتلاقي الشغل بصعوبة اليومين دول، او تلاقي بس بمرتب اقل من المتوقع اللي كان بياخده قبل كده، وبالتبعية بيبتدوا يقعدوا ويفكروا ازاي هيتزاكوا على السوق، واللي ثبت من كل الاحداث التاريخية اللي احنا قلناها انه غير متوقع ولا عمره هيبقى متوقع. عشان كده لو عايز تبقى مستثمر حقيقي وثري بجد فلازم تلعب اللعبة الطويلة اللي تخليك تعيش في كل التغييرات دي، ورغم كل التغييرات دي لازم تفهم ان الموضوع مش حسبة منطقية، لان ولا حد كان متخيل انه يتوقع كل ما تم ذكره انه يتم حدوثه فعلا في السوق العالمي، انما هي حاجة مربوطة اكتر بالسيكولوجية والنفسية. لازم تفهم ان الفلوس لما بتيجي للناس بتبقى مربوطة بنسبة كبيرة قوي بالحظ، يعني مش كل مجتهد بالضرورة هيبقى معاه ما بين يوم وليلة فلوس كتير، انما الاجتهاد هو اللي بيجيب على المدى الطويل الفلوس، وفي ضربة حظ اللي هتبقى جاهز لها باجتهادك المستمر. ولازم تفهم ان ضربة الحظ دي لما هتحصل ممكن تخليك ثري بس مش هتبقيك ثري، وانك عشان تبقى وتفضل ثري لازم تتعلم مبدأ مهم جدا بيتكلموا عنه في الMBA، ألا وهو مبدأ السفشنسي او الاكتفاء او الكفاية. والمبدأ ده بالمناسبة لا يعني التزهد او النسك، بس يعني
عدم الافتراء في حرق الفلوس. ناس كتير بتحرق فلوس النهارده بس لانها مستحرمه ان يكون معاها فلوس زياده. كل المديرين التنفيذيين للشركات الناشئه النهارده بقى واحده من الكي بي ايز بتاعتهم او شغلانتهم ازاي بيحرقوا ويفرموا الفلوس كل سنه، سواء محتاجينها او مش محتاجينها، بس لمجرد انهم يعرفوا يبرروا للمستثمرين السنه اللي بعدها انهم كان عندهم حق في توقعات مصاريف السنه اللي قبلها، وانهم فعلا صرفوا اللي اخدوه كان معاهم، وبالتبعيه يقنعوهم انهم عايزين قدهم في السنه الجديده. وناس تانية كتير بتصرف لمجرد المقارنه، مع ان اللي بيجري ورا المقارنه عمره ما هيقف مهما كان مستواه اللي وصل ليه حتى لو عالي. وعجبني قوي الكتاب وهو بيتكلم ان سعينا لامتلاك ممتلكات رغم ان بيبقى هدفها اننا نلفت انتباه الناس قد ايه احنا ناس عظيمه، الا ان على ارض الواقع في الحقيقه ان اللي بيحصل انك لما بتشوف عربيه جامده مع حد معدي عمرك ما بتقول ان الحد اللي معدي ده كان جامد، انما بتقول شفت العربيه الجامده اللي عدت دي. يعني الحقيقه ان امتلاكك للعربيه ما خلاش حد يقدر شخصك، انما خلاه يبقى حالم انه يبقى معاه عربيتك. ولو انت فارق معاك ان الناس تقوم بتقدير شخصك فممكن تعمل ده من خدمة وتقدير ليهم بسيط من غير شوينج اوف. فمبدأ الاكتفاء مبدأ في منتهى الأهمية، وجزء من مشكلتنا ان الستارت اب سين بشكله الحالي هو اللي علمنا مع الأسف ان اللي بيستعرض هو اللي معاه الفلوس، لكن الحقيقة ان الغني بيستعرض بينما الثري هو اللي احنا مش شايفينه. زي ما اكتشفنا في انترفيوز في شركات بوت سترابرز بنت نفسها بنفسها، صغيرة كانت او كبيرة بس شغالة كتيمي ومش فارق معاها جعجعة، عشان فارق معاها اكتر الانتاجية اكتر ما فارق معاها البروباجندا. الغني ممكن يتكفي على الارض في ثانية بينما الثري مستمر. وفي حاجتين يخلوك ثري بجد لو عايز. اولهم الهدف. انت عايز تبقى ثري ليه؟ هدف الفلوس العبقري اللي طرحه الكتاب هو انك بتحاول دايما تبقى ثري عشان تبقى حر ومستقل، تعمل اللي انت عايزه مع الحد اللي انت عايزه في اي وقت انت عايزه. والحرية دي هدفها الابعد راحة البال، انك في اي وقت ما يبقاش في حاجة ولا شغلانة كسر عينك. فطول ما انت متأكد ان تعاملك مع الفلوس بيريح دماغك فانت اكيد ماشي صح. اول لما تتوتر بسبب سعيك ورا الفلوس اعرف انها تحولت من وسيلة انها بقت غاية، ودي لغتنا اليومية النهاردة مع الاسف. ثانيا، هتبقى ثري ازاي؟ لو الهدف اللي فات تم الاتفاق عليه فالاستراتيجية هتبقى بسيطة جدا. ما انت مش هدفك المنظرة، انت هدفك بقى الاستقرار والاستقلالية. فبالتالي القاعدة رقم 1 هي الادخار ثم الادخار ثم الادخار او التحويش. يعني للوهلة الاولى قد تبدو الفكرة ساذجة جدا، لان الادخار هيكون في عملة بتفقد قيمتها فالاستثمار المفروض يبقى اقيم. بس هو الحقيقة ان الاستثمار زيه زي العملة الضعيفة دي بالظبط، ممكن يخسر ويركض ويقل في اي وقت. بس على الاقل الادخار بشكل ثابت في وقت من الاوقات هيخلي معاك مارجن او هامش الفلوس اللي بيه ممكن في اي وقت تقرر تختار حريتك وراحة بالك معاه. ولو قل فممكن تدخر اكتر. ولو فعلا هدفك من الفلوس راحة البال وعندك اكتفاء فالادخار والثراء بالنسبة لك هيبقى اسهل مما انت متخيل بمراحل، لانها في النهاية مربوطة بالسيكولوجية والنفسية والشخصية. وعلى فكرة ده ما يلغيش مبدأ الاستثمار، لكن ما يبقاش الاستثمار على حساب الادخار. الادخار يجي اهم وبعده يجي الاستثمار، والاستثمار نفسه ليه قواعده وأسسه وألعابه. يعني مبدئيا لو انت ادخرت وحوشت وفعلا عايز تستثمر عشان الاستثمار مصدر لراحة مش لتوتر، لازم تلعب كالآتي. لازم تبقى مقتنع ان السر في الوقت والتحمل. الكتاب كان ذاكر ان العصر الجليدي اللي خلى الارض كلها تتغطى بالجليد كان التراكم التدريجي للتلج والجليد هو اللي خلى مع الوقت ان كله يبقى جليدي، فكانت لعبة وقت. وفي مقولة تانية مش في الكتاب بس بتتقال في السوق عامة اليومين دول، ان البيزنس اللي هيعرف يكتم نفسه اطول وقت ممكن خلال السنة ونص الجايين تحت الغريق اللي حاصل في السوق ده هيعيش ملك بعد كده. لما يفوق على سوق غرقت فيه شركات كتير بسبب ان هم ما كانوش جاهزين. فدايما فكر بمبدأ الانديورنس او الاستمرارية. فالاستثمار لعبة طويلة المدى مش قصيرة المدى، وتعامل مع الاستثمار على انه لعبة بلاك جاك
مش لعبة رولات روسي. الرولات الروسي فرقه عن الرولات العادي هو ان الساقية اللي بتلف بتبقى ساقية مسدس فيها رصاصة واحدة، وبتقعد تاخد دور واللي قدامك ياخد دور، وكل واحد يجرب يضرب على نفسه، واللي تيجي فيه الرصاصة وتطير حياته يبقى هو الخسران. فالرولات الروسي عامل زي النهاردة اللي يبقى معاه فلوس كتير ويحطها في حركة استثمار واحدة، لو خسرت تضيع حياته. فيعني لعبة هتبقى حمقاء، ومش هو ده مبدأ الاستثمار. الاستثمار اكتر هيبقى عبارة عن ماتش ورا التاني، بتدخل وبتحط نسبة من اللي انت مدخره بس مش معتمد عليه، واي فلوس بتحطها بتبقى عارف انها مش خسرانه حتى لو مش هتجيب دلوقتي. بتعتبرها اكتر انها رسوم زي رسوم ديزني كده بحسب وصف الكتاب. بس متعتك بقى هنا مش انك بتتفرج على جناين واماكن حلوه وشخصيات جميله، انما بتتعلم بيها الاستثمار بخساره محسوبه، مش انها غرامه. الاستثمار المستمر ده هيوصلك في يوم للأصول اللي هتحقق فكرة 20-80، يعني هتوصل انك عندك 20% من الأصول هيعوضك 80% من خسارات باقي الأصول. وده بيحصل زي ما حصل ان في وقت من الأوقات ان ديزني ان بعد أفلام رسوم متحركة كتيرة ليها كانت خسرانة، انها لما نزلت بفيلم سنو وايت كسب اللي عوض كل الخسارة دي. وفي حياتنا اسأل نفسك، فؤاد المهندس ممكن يبقى عمل في حياته كام مسرحية وكام فيلم اتفلتروا للكلاسيكيات اللي وصلت لك، او عادل امام اللي مرة نصح محمود حميدة بحسب وصف حميدة في واحدة من البرامج انه نصحه يشتغل وخلاص وما يوقفش يفكر في اي حاجة، وده اللي خلى عادل امام هو عادل امام. واصلا في مقدمة الكتاب كانت في مقولة لبراد بيت بتقول نفس الكلام، انه ما بيحسبش بس بيشتغل وخلاص. فكل ده بيثبت فكرة انك تستثمر بشكل مستمر على مخاطرة محسوبة، مهما بدت الفكرة منطقية جدا انك تحط فيها كل فلوسك وجهدك وانت عارف ان في احتمال تخسر، بس في نفس الوقت ممكن الحاجة دي مكسبها يعوضك عن كل اللي فات. والملفت للانتباه ان ده مبدأ تعامل الفنتشر كابيتالز مع الستارت ابس، وهم اصلا تنانين لما بيحطوا فلوسهم في 10 ستارت ابس بيبقوا مستنيين ان 2 يجيبوا لهم ارباح تعوض باقي ال8. فمش معقول يعني نبقى احنا قصادهم رغم ان مقارنة بيهم احنا معناش فلوس ونبقى بنفكر بمبدأ الاول ان. فاضل فكرتين عجبوني قوي وكأنهم هم روح الاستثمار. الفكرة الاولى ان في فرق ما بين المعقول reasonable والعقلاني irrational، وكان بيقول ان المعقول افضل من العقلاني. طب ايه الفرق؟ تعالوا اوضح لكم الفرق في قصة تاريخية. في الحقبة اللي فاتت مع بدايات الطب كان التعامل مع المرضى بيتم بشكل عقلاني صرف، يعني يجي المريض ويقول أعراضه للدكتور والدكتور يعالجه بالعلاج بدون نقاش. الحاجة اللي على الرغم إن فيها من مصلحة المرضى إلا إن المرضى مع الوقت غضبوا من الطريقة دي ورفضوها لأن ما فيهاش إيثار للحاجات اللي هم بيفضلوها. فبعد قضايا كتير اترفعت ابتدى التعامل ما بين الأطباء والمرضى يتحول تدريجيا إلى ما بقى عليه الآن، وهو المعقول. إن على سبيل المثال لو مريض عنده مشاكل مثلا في عموده الفقري تخليه محتاج عملية بس سنه كبير، فالدكتور لازم يديله اختيارات المريض يختار المعقول منها بالنسبة له. فما تعملش استثمار عقلاني، ما تشتريش شقق عشان الناس كلها بتشتري شقق، ما تتجوزيش بعقلك عشان مقتنع ان ده اللي هيحميكي. اعمل اكتر استثمار معقول، استثمر في حاجة انت بتحبها فيها من موهبتك، لان في الوقت اللي كلهم مش هيعرفوا يكبروها معرفتك انت وشغفك انت ممكن يكبروها حتى في احلك لحظاتها. او ادي فرصة لمشاعرك مع عقلك، عشان لو عريسك ده في يوم من الايام وقع وفقد اللي اقنعك عقليا بيه انك تعرفي برضه تتمسكي بيه وتدافعي عنه. الاستثمار زي ما قلنا لعبة باي ديزاين طويلة الامد، فيها مكسب وفيها خسارة، فما تعملش العقلاني، خدها بالمعقول عشان تستحمل قرفها فتكملها لاخرها فتستاهل احتفالها. والفكرة التانية هي عشق الناس للتشاؤم والنكد، كأنه ده المنطق والواقعية، وهي فكرة طلعت أي كلام في حد ذاتها. لأن في يوم من الأيام في حد من الناس قال بعد الأزمة الاقتصادية في أمريكا إن هيحصل لأمريكا تفتت شبيه بتفتت الاتحاد السوفيتي، وإن كل جزء من الولايات المتحدة هيبقى خاضع لدولة. ونزلت في واحدة من أهم الجرايد وقتها الحاجة اللي هي ما حصلتش في النهاية، بس الناس وقتها نشرت كلامه بشدة لمجرد إن في نزعة تشاؤمية خيالية تبدو وكأنها واقعية. وعلى الناحية التانية بقى لو كان حد قال ان اليابان بعد الحرب العالمية التانية هتوصل للي هي وصلت له النهاردة كانوا هينعتوه ويصفوه بالتفاؤل الأحمق.
كل ده لان بالنسبة للناس دايما الحادثة او الكارثة بتحصل في لحظة، لكن البناء بيحصل في سنين. بس ده ما ينفيش فكرة ان بناء السنين مش عشان بياخد وقت يعني فهو بعيد عن انه يحصل. الطيارة رغم انها منتج اتصنع بالراحة جدا، الا انها النهاردة بقت هي الحاجة اللي رابطة الدول وهي محرك الحروب. فالمستثمر عشان هو ملك اللعبة الطويلة محتاج يبقى من اهل التفاؤل الطويل الامد وسط عالم بيجري على التشاؤم، عشان بيوفر عليه الحركة فما يتحركش فيفضل محلك سر. دع النكد وابدأ الحياة. اخر جزء في الكتاب نور لي كده حتة لمست معايا من كتب تانية وليه علاقة باللي بيحصل لنا اليومين دول. اخر جزء من الكتاب كان بيتكلم ازاي المستهلك الامريكي اتكون، فاتكلم على تبعيات الحرب العالمية التانية والركود والفترة اللي كان فيها مساواة ما بين الغني والفقير في امريكا قبل ما تحصل الخبطة التانية، وبعدين يحصل التحسن اللي رجع امريكا لنفس حالتها الكويسة الاولانية، مع فارق بسيط بحد تسمية الكتاب وهو تغيير البوكيتس او الجيوب. ان بعد ما كان الغني زيه زي الفقير، لا ده الدخل في العصر الحاضر اتقسم ان 1% من الشعب شافطين 90% من الدخل، وباقي 89% من الشعب داخل لهم بس 10%. لكن لان الشاب الامريكي اتربى من اهله ان الحلم الامريكي كان طول عمره ان الغني يبقى زي الفقير، فبقى العكس هو اللي بيحصل. بدل ما الغني يعيش حياة متواضعة بقى الفقير بيستلف بشكل غير معقول في كل حاجة عشان يواكب الغني. ودي قصة مش بعيدة عن اللي حاصل في مصر النهاردة بالمناسبة، واللي بحسب كتاب ماذا حدث للمصريين لجلال أمين كان بيتكلم ان جزء من المشكلة الاستهلاكية اللي حصلت للشعب المصري النهاردة ان في وقت من الاوقات كانت حقبة البشوات بسيطة جدا وكانت بتعمل افراح محدودة في بيوتها، لكن بعد ثورة يوليو وقانون الاصلاح الزراعي اللي ادى الفلاحين اراضي، وبعدها جه عصر الانفتاح اللي خلى فقراء كتير قوي في البلد يبقى معاها فلوس بالفهلوة بدل ما يبقى معاها فلوس عن جدارة، فالفلاحين او الفقراء اللي بقوا نوفوريش او محدثي ثراء قرروا يبينوا للاغنياء ان راسهم بقت براس البشوات، فابتدوا يعملوا افراح براقة عشان يوروا الناس ازاي انهم بقوا اغنياء. فالبشوات اتغاظوا وبقوا محتاجين انهم يردوا، وعملوا هم كمان افراح قدام الناس، فاصبح الفرح بشكله الحالي تدريجيا عرف بيعمله الكل من غير ما حد يفتكر ان مصدره بحسب الكتاب كان تعويض لعقدة نقص معينة. اي حد في الطبقة السفلية في اي عصر بنسبة كبيرة بيبقى بيملك المعرفة والصح، بس مع الأسف الكبار اللي في الطبقة العليا بيرسموا له أعراف مختلفة عشان يلهث من الجري وراهم فينشغل وما يشوفش قوته الحقيقية فما يعرفش يكون زيهم. زي ما برضو ما بحسب كتاب سيبينس كان لازم الأوروبيين يسموا الأفارقة إنهم عبيد وهم بيكتشفوا الأراضي الجديدة، لأن الأفارقة في حقيقة الأمر هم اللي جسمهم وبيولوجيتهم بتسمح لهم إنهم يستحملوا بيئات أصعب وامراض منيله الاوروبيين ما بيستحملوهاش، فكان لازم بروباجندا ان الافارقه عبيد عشان ينشغلوا بيها لئلا يدركوا انهم اقوى من الاوروبيين فيستبعدوهم وياخدوا جعاله ومكافاه تعبهم بشكل مباشر. نفس المبدا اللي عمله نور الشريف مع احمد عز في فيلم مسجون ترانزيت لما راح له على انه ضابط عشان الحرامي ما ينصصش معاه. نفس المبدأ اللي بيحصل في معظم الشركات النهاردة لما بيبقى فيه موظف شاطر ومديرين وزمايله طول الوقت يشككوا في إمكانياته وبعدين يروحوا يسرقوا مجهوده بعد كده. أكبر دليل على كلامي إنه لو في دايرتك ناس أغنياء بجد وإنت قريب منهم هتلاقي نفسك بتستغرب إنهم رغم إنهم أغنياء إلا إنهم بيركزوا في الفلوس وصرفها كويس قوي ومش بيهتموا بوجهة نظر المجتمع فيهم ولا في منظرهم قدام الناس. وهتلاقي نفسك بتستغرب إن أصحاب أكبر 4 شركات في العالم دايما بيتشتموا ودايما موضع تساؤل من العالم، لدرجة ان في تحقيقات بتحصل معهم علنيا قدام العالم كله ولا زالوا اصحاب اكبر 4 شركات في العالم. انت بتستغرب انهم بيعملوا كده رغم انهم اغنياء، بس الحقيقة ان ده اللي خلاهم اغنياء. خليك حر، ما تقلدش حد، ما تقارنش نفسك بحد، العب اللعبة الطويلة وهتكون ثري. على رأي تامر حسني اكرف للفلوس تحبك، حب الفلوس تكرفك. وهي دي سيكولوجية المال. هستنى منكم في الكومنتات تقولوا لي بتتعاملوا اليومين دول مع التعويم ازاي، ولو عجبك الفيديو ده دوس لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعارات باخر فيديوهات هعملها.